أهلا بيكم متابعينا مع فيديو جديد وملخص أجدد. وقبل ما نبدأ أتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا نشوف. القصة بتبدأ مع نادية، بنت ذكية اجتماعية بتحب التصوير وشغالة دليفري في مطعم عشان تساعد في مصاريف البيت. بتبدأ القصة بيوم ميلاد نادية، بس بتروح الشغل. بيكون ليها زميل في الشغل اسمه رستم بيحبها، بس هي ما تعرفش. بيكون مجهز لها هدية وبيطلب منها بعد ما تنتهي من التوصيلات ترجع المطعم بدري عشان يحتفلوا بعيد ميلادها. وفي قصتنا برضه إيدل شاب وقح وغني عايش في بيت واحد مع أبوه ومرات أبوه اللي كان ضد جوازهم من الأول. بتتقاطع طرقهم لأول مرة لما بتكون نادية في طريقها للتوصيل، وإيدل بيسوق عربيته بسرعة كبيرة جدا وبيغرقها مية، ومش بيعتذر، لأ ده كمان بيهزقها عشان واقفة على جنب الطريق، وبيمشي ويسيبها. بس نادية مش بتسيبه وبتجري وراه بالموتوسيكل بتاعها، بس طبعا مش بتلحقه، ده راكب طيارة. بيوصل إيدل للشغل متأخر زي كل يوم، وبيهزقه والده علاء الدين صاحب الشركة، لكن إيدل مش بيدي أي اهتمام. في الليل بيروح عيد ميلاد حبيبته مارشا وبيعدي على مكان يجيب منه ورد الأول، لكن نادية بتشوف عربيته بره وبتستناه يخرج وبترمي قهوة على قميصه الأبيض على أساس بترضاها له يعني. مارشا مش بيكون إيدل بس اللي بيحبها، في شاب كمان اسمه فيت، بلطجي بتاع مشاكل ودخل السجن كذا مرة حياته بين الخناقات والسكر والمخدرات. أعز أصدقائه أصلا تاجر مخدرات. بس مارشا بتميل لإيدل اللي طبعا بعد حركة نادية معاه اتأخر على عيد ميلادها، وفيت استغل الموضوع وراح يقلب مارشا عليه. ومجرد ما بيوصل إيدل بيزهق من الدوشة بعد 5 دقايق وبيمشي ويسيب مارشا لوحدها في الحفلة متعصبة. على الجانب الآخر رستم أخد نادية واتنين من صحباتها لفيلم احتفالا بعيد ميلادها، ومش بيكون شجاع كفاية إنه يعترف لها بحبه بعد الفيلم. وبيروحوا البيت بعربية رستم اللي كانت هتعمل حادثة بسبب سواقة إيدل المتهورة، وبيتفادوا الخناقة بعد ما نادية بتهدي رستم. تاني يوم بنكتشف إن إيدل وفيت مش بس مشتركين في قربهم من مارشا، الاتنين عايشين في بيت واحد. إيدل ابن علاء الدين، وفيت ابن زوجة علاء الدين زليخة، فهم في مقام الإخوات، بس مفيش بينهم أي علامة من علامات الأخوة، وكل واحد فيهم بيكره والد التاني. بنرجع لنادية اللي بترجع البيت في نهاية الأسبوع لوالدتها اللي طبخت لها الأكلة اللي بتحبها عشان عيد ميلادها. أول ما بتدخل نادية بترتب الشقة وبتساعد والدتها، ولكن أخوها نبيل لما بيجي بيزعق لها عشان لمست الحاجات بتاعته وهي بترتب أوضته وكسر لها الكاميرا بتاعتها في المقابل. بتزعل نادية جدا على الكاميرا اللي حوشت شهور عشان تجيبها، وعلى العكس أختها نبيلة بيترسم على وشها نظرة شماتة. والأم بتقول لنبيل يعتذر لأخته، بس بيرفض وبيقول إنها تستاهل أي حاجة وحشة بعد ما كانت السبب في موت والدهم. مربية إيدل والست اللي في مقام والده بتقوله إنها مش قابلة مارشا دي، وإنه الأحسن يتعرف على بنت ألطف. وتوارد الخواطر بيشتغل، وأول ما بيقابل مارشا بتسأله عن ميعاد جوازهم، ومن الخضة بيقع العصير على البلطو بتاعها. ولما بيرجع لأبوه بيقوله إنه مش عايز يتجوز مارشا، وإن فكرة الجواز مش من اهتماماته قوي دلوقتي. بتروح نادية بالكاميرا المكسورة لرستم اللي بيوعدها إنه هيلاقي حل ليها، بيوديها لمحل يصلحها. ولما بيخرج رستم بيصادف إيدل وعربيته عطلانة وبيعرض عليه يركن عند مطعمه. ولما بترجع نادية بتعرف إنه موجود في المكان ومش بتقلع الخوذة عشان ما يشوفش وشها. ولما بترجع بيتها بتتفاجئ بأمها جايبة تحويشة عمرها ليها عشان تشتري بيها كاميرا جديدة، بس نادية بترفض وبتطلب منها إنها تبات معاها اليومين عشان تفسحها في المدينة، وبتفسحها وبتتصور معاها. وبيصورهم الشخص اللي موجود بالصدفة في المكان وهو إيدل، بس مش بيتعرف عليها. بس لما بيمشي قدام شوية بيشوف الموتوسيكل بتاعها وبيرمي عليه بيبسي، وبتعرف إن هو اللي عملها. في نفس الوقت رستم بيلاقي مفيش حل لكاميرتها، ورغم فقره بيشتري ليها كاميرا جديدة بكل فلوسه. وفيت بيروح يقابل مارشا يعتذر لها عشان بوظ حفلتها، ومارشا بتطلب منه يلزم حدوده عشان هي هتبقى مرات أخوه، وبتقوله إن عمرها ما هتبصله لأنه شاب مستهتر وصل 26 سنة ولسه أبوه بيصرف عليه. فبيمشي وراسه في الأرض وبيروح البيت وبيطلب من زوج والدته ترقية وزيادة في المرتب. أستاذ علاء الدين بيرفض وبيقوله دي مش شركة أبوك. فبيمشي فيت وبيقول إنه مش هيدخل البيت ده تاني أبدا. نادية لسه في الفسحة مع أمها، والمرة دي بيروحوا المطعم، ورستم بيسلم على أم نادية وبيديها هدية وبيحضر لهم الأكل. وبعد الأكل بيدي لنادية كاميرتها الجديدة وبتشكر نادية جدا. نبيلة أخت نادية بتستغل إن أمها مش موجودة في البيت وبتجيب صديقها جمال، وأخوها بيدخل يهزقها. ولما جمال بيقوله ما تعملش فيها سي السيد، سمعة بيتكم كده كده مش كويسة، نبيل مش بيقدر يمسك أعصابه وبيضربه لحد ما بيغمى عليه. الأم بتتحرك للبيت، وقبل ما تمشي بتطلب من نادية تخلي بالها من نفسها
ما تتلعبش بمشاعر رستم عشان واضح جدا إنه بيحبها. فبتقولها حاضر، وبتروح لشركة أستاذ علاء الدين عشان توصل طلب للسكرتيرة صوفيا اللي بتكون معجبة برستم. وهي خارجة من الشركة بتشوف عربية إدل، ولما بيخرج بيلاقي الإزاز مكسور، وبيعرف من صوفيا مواصفات اللي وصلت الأكل والمطعم. طبعا بيروح المطعم وبيستناها هناك، بس بيكون فاكر إن اللي بيعمل كل ده فيه ولد، لأن مش مألوف إن بنت تشتغل في التوصيل. وبتوصل نادية، بس أول ما بيشوفها بيفضل باصص لها كتير. بعدين بيمسك إيديها عشان يوديها القسم، وهي بتقوله إنها ما عملتش حاجة لعربيته، وبينقذها منه رستم. وفعلا لما بيشوف كاميرات المراقبة بيلاقي فيت هو اللي كسر الإزاز. وبعد ما بيمشي بتقعد نادية مع رستم تشكره، وبتسأله لو كانت بتتلاعب بمشاعره، وبيقول لها ما تسمعش كلام أمها، وإنها ما لعبتش بمشاعره أبدا، وبيوعدها إنها لو سببت له أي أذى هيعرف. أبو جمال بيقابل أم نادية وبيقول لها إنه هيحبس نبيل، بس فضل الجيران بيتنازل عن القضية بشرط إنهم يدفعوا تمن علاج جمال. ولما بيمشوا نبيلة بتقول إن كل العذاب اللي هما فيه بسبب نادية، ونبيل بيرفض يرجع البيت وبيقرر إنه هيبات بره. مرشا بتجيب أبوها البيت إدل عشان يتفقوا على الجواز، بس إدل بيصدمها بإنه مش جاهز الجواز، فبتمشي بغضب مع أبوها. فيت بيروح البار لصاحبه وبيسمع نصيحته، وبيقرروا إنه هيشتغل معاه في تجارة المخدرات عشان يبقى غني في أسرع وقت، عشان مرشا تحبه. وأمه بتكون خايفة عليه، فبتشتري له بيت يسكن فيه، وبتقول له ما يقولش لحد إنه بيتها وما يجيبش فيه بنات. مجرد ما بيمشي بيحول البيت لمخزن لبضاعة صاحبه. بنشوف بعد كده شنطة صوفيا وهي بتتسرق، ورستم بيساعدها وبيمسك الحرامي. ولما بتشوفه بتفرح، وبنكتشف إن صوفيا بتحب رستم من أيام الحضانة. لما بيجي أوردر جديد من الشركة بترفض نادية تسلمه عشان ما تشوفش إدل، فبيوصلوا رستم مع صوفيا وبيقابلوا إدل وبيعتذر له على ظلمه لنادية، فبيقول له إنه الأحسن يعتذر لها بنفسه. نادية بتشوف نبيل في الشارع، ولما بتتصل بأمها تسألها عنه بترد نبيلة وبتشتمها هي ونبيل، وبتقول إنها الأحسن تلاقي أخوها المغفل قبل ما البوليس يقبض عليه. وبتلف نادية كوالالمبور كلها تدور عليه، بس مش بتوصله، وبتقعد تفضفض لرستم في مطعم، وبيطب عليها إدل وبيعتذر لها على اللي عمله، بس هي بتعامله بوقاحة وبتمشي. ولما بترجع المطعم في آخر يوم الشغل بتلاقي إدل لسه موجود، بتبلغه إنها قبلت اعتذاره، بس إدل بيفاجئها بطلب إنه يبقى صديقها، بس هي بترفض، فبيقول لها إنه هيطلب منها الطلب ده كل يوم لحد ما توافق. لما بيرجع إدل البيت بيتصدم بمرشا بالحجاب لأول مرة، وبتصلي جماعة مع أهله. وتاني يوم نبيل بيجي مطعم نادية يدور على شغل، رستم بيقول له إنهم مش محتاجين عمال، بس بيعرض عليه وجبة على حسابه لما بيلاقيه تايه كده. فنادية بتيجي المطعم وبتشوفه، وأول ما بيشوفها بيجري، فبتجري ورا هي ورستم، وفي وسط جريها بتخبط نادية في باب عربية إدل وبتتألم، وبيقول لها إنه كان بيحاول يضرب الخاطف في بابه بس جت فيها هي. فنادية بتقول له إنه أخوها ومش خاطف، فبيوصلها هي ورستم للبيت بعد ما رفضت تروح لدكتور يشوف إصابتها عشان بتخاف من الحقن. وبيفضلوا مستنيين بره البيت عشان يطمنوا عليها، وبعد ساعات من الانتظار بتخرج تطمنهم. بنروح لنبيل اللي بيكون لسه بايت في الجامع وقلقان على أخته بعد الضربة اللي أخدتها، ونادية رغم ألمها بتخرج تدور عليه تاني وهي بتوصل الطلبات. صاحب إدل رضا معجب بصوفيا، وصوفيا معجبة برستم ومش بتطيق رضا، فإدل بين الحين والآخر بيرخم عليه وبيظهر بشكل غبي قدام صوفيا. وفي الليل بيروح إدل المطعم عشان يشوف نادية تاني، بس بتوصله رسالة من البيت بتمنعه يروح يكلمها. الرسالة دي بتقوله يرجع عشان يشوف مرشا اللي طبخت له لأول مرة في حياتها. وتاني يوم بيتدرب رستم على طلب الجواز من نادية، بس بمجرد ما بيشوفها بيرتبك ومش بيعرف يقول لها حاجة. وبيحضر إدل بحجة طلب أكل الموظفين، بس هو رايح يشوفها مش أكتر. ولما رستم بيدخل يجهز الأكل بيصدم إدل نادية على المهر اللي ممكن تطلبه عشان توافق تبقى شريكة حياته، بس نادية بتتوتر وبتتوه وبتجري تسلم الطلبات. بتوصل المخدرات لفيت وبيطلب من صديقه مالك إنه يبقى تاجر المخدرات الخاص بمرشا عشان يستخدم إدمانها في التقرب منها، فصديقه بيوافق وبيسلمه مسدس لحماية نفسه. نادية بتاخد أجازة عشان تزور والدتها اللي تعبت بعد هروب نبيل، وفي الوقت ده نبيل بيقابل مالك صدفة، وبنكتشف إنهم كانوا أصدقاء زمان من ابتدائي. ولما مالك بيلاقي نبيل تايه وما عندوش سكن ولا فلوس بيقرر يساعده ويدخله معاه بيزنس المخدرات. طول وقت سفر نادية إدل بيكون قلقان عليها لأنه ما يعرفش مكانها، وصديقه رضا بيعرض عليه يروح مكان فيه خضرة وغابات عشان يروق أعصابه، وبيروح يصور هناك فعلا. وبالصدفة هو ونادية بيلاقوا بعض، وما بتشوفوا
بتقلق وتجري منه، بس هو بيجري ورا نادية بيتوه في الغابة. بيقابل نبيلة اللي بتقل أدبها عليه ومش بترضى تنقذه من الغابة إلا لما يديها فلوس، وبتبعته لنادية عشان تساعده يلاقي الطريق العمومي. ولما نادية بتشوفه بتعرض عليه ياكل معاهم، بينبهر بجمال أكلها. بعد الأكل بيركب مع نادية لموتوسيكل وبيوصل لعربيته وبيطلب تليفونها عشان تليفونه فاصل شحن. بيتصل على رضا، بس في نفس الوقت بيعرف رقم تليفونها وبيسجله على تليفون رضا. لما بيوصل بيقابل فيت أمه وبيقول لها إنه عايز فلوس، فبتديله الفيزا بتاعتها اللي جوزها بيحولها فيها فلوس بشكل مستمر. وبيبدأ شغل المخدرات، ومالك بيبعت نبيل له عشان يسلم فيت بضاعة. لما بيسلمها له بيقول له فيت إنه هيبقى صديقه وهيعلمه إزاي يحتفل. وتاني يوم بعد الحفلة بيسلم نبيل 5 دفعات من المخدرات، ولما بيرجع بيسلموا فيت راد بول يومي وبيفهموا إنهم شغالين في أدوية التخسيس. صوفيا بتشوف الخاتم مع رستم وبتتمنى إن يكون جايبه ليها. بتقرر زيارتها للمطعم وتطلب منه يخرجوا يتعشوا سوا على أمل إنه يعرض عليها الزواج وقت عشاهم. لما بيقعدوا سوا بتسأله هيعرض عليها الجواز إمتى، فبيقول لها إنه معجب بيها كشخص بس مش هيتجوزها. ولما بتسأله عن الخاتم بيتنح وبيتكسف يقول لها إنه ما كانش ليها، بس هي بتفهم وبتمشي بقلب مكسور. ولما بترجع نادية بيحكي لها رستم اللي حصل، وبيكون على وشك يقول لها إنه مش عايز يتجوز صوفيا عشان بيحبها هي، لكن المدير بيقطع كلامهم وبيضيع فرصة إعلانه لحبه للمرة التانية. مرشا بتروح بيت إيدل للمرة التالتة وبتطلب من زوجة أبوه تساعدها عشان تخليه يحبها ويبطل يتجاهلها، وبتقول لها إنها تحاول بس محاولتها مش بتنجح مبدئيا لما والده بيصدها عن التدخل في شؤون ابنه. ولما بنرجع لرستم بنلاقيه بيفسح نادية في مكان للتصوير وبيشترك معاها في كورس تصوير، رغم إن التصوير عمره ما كان من اهتماماته. وفعلا بيروحوا سوا. وفي وقت ما رستم راح ياكل فطاره ظهر إيدل وقعد يصلح لها تكنيك التصوير بتاعها، بس بتمشي وتسيبه لما رستم بيرن عليها. لما بترجع لرستم بيتفاجئ إنه منظم الكورس هو إيدل، وبيشوف الصور اللي صورتها وبيقول لها إنها جميلة بس هيعلمها حاجات هتحسن تصويرها. بيروحوا مكان لتصوير الطيور وبيقسم الناس في الكورس ل3 مجموعات من شخصين وفصل بينها وبين رستم. وفي نفس الوقت تروح صوفيا المطعم تدور على رستم ومش بتلاقيه، بس بتقعد تاكل. وبعد شوية بيروح لها رضا ويلمح لها بحبه، بس هي بتتجاهله وبتمشي بحجة إنها توصل أمها للبقالة. لما بنرجع لإيدل بنلاقيه بيعلم نادية طريقة جديدة لمسك الكاميرا، وفعلا صورها اتحسنت. لكن رستم اللي بيكون جايب خاتم الزفاف بيلاقي إيدل بيتكلم مع نادية فمش بيتقدم لها وبيمشي متضايق. بيروح يكلم البغبغانات لحد ما بتجيله نادية تشكره إنه ساعدها تروح الكورس ده اللي ساعدها جدا في تحسين صورها. بيروحوا سوا. بنشوف نبيل بيكلم أمه بيقول لها إنه لقى شغل وإنه هيساعدها وهيحول فلوس وإنها تقدر تعتمد عليه زي أخته. مرشا بترجع لزليخة وبتكلمها هي والد إيدل وبتطلب منهم يساعدوها في إنها ترجع لإيدل ويرجع يحبها تاني. والأب بيقول إنه هيكلمه وبيعلق بنبرة ساخرة على خلعها للحجاب وإنها مش عايزة تتصلح عشان نفسها إنما عشان إيدل. لما بيقول لها تصلي المغرب معاهم بتتحجج وبتمشي. نادية في نفس الوقت بتبص على صورها وهي مبتسمة، وما بتشوفها زميلتها في السكن بتقعد تسألها عن سبب ابتسامها المستمر من ساعة ما وصلت، بس نادية بتتهرب بتقول لها إنها وراها شغل بكرة وما عندهاش وقت تسليها بالحكاوي. تاني يوم في الشركة بيتكلم الأب إيدل عن مرشا وإنه لو مش عايز يتجوزها لازم يقول لها ويبقى راجل محترم. وبيقطع كلامهم مكالمة من مرشا وبيتفق معاها إنهم هيروحوا يتعشوا سوا. وفي العشاء بيقول لها إنه قرر إنه مش هيتجوزها، فبتتعصب وبتهدده إنه لو ما اتجوزهاش هتقتل نفسها. فبيضحك طبعا لأنه عارف إنها مستحيل تعمل كده، فبيمشي ويسيبها. بيروح لنادية بيطلب منها إنهم يتكلموا سوا وبتوافق وبيعرض عليها يساعدها ويتبادلوا خبراتهم في التصوير عشان يلاقي حجة ويقابلها أكتر. وفي نفس الوقت ده مرشا بتروح البار بعد ما إيدل سابها، بتتوعد للي خطفت إيدل منها إنها مش هتخليها سعيدة أبدا وهتندمها على اللي عملته. تاني يوم بتروح نادية الشغل سعيدة جدا بكورسات إيدل المجانية. رستم بيتضايق لما بيعرف إنه بيحاول يتقرب منها أكتر وهو لسه مش قادر يغلب خوفه ويعترف لها بمشاعره. ولما بيصحى إيدل بيكون مصاب بالحمى ويطلب من نادية تجيب له الغدا عشان ياخد أدويته وبتطلب له أكل. والمدير بيحذر رستم الوقت يسرقه ويفوت الأوان على اعترافه. ولما بتروح نادية لإيدل بتقابلها مرشا وبتدفع لها ثمن الطلب وبتوصله هي لإيدل، وبيحبط جدا لما بيشوفها مش بيدخلها البيت. وفي نفس الوقت رستم بيطلب من نادية تتعشى معاه وبيقول لها إنه هيجي ياخدها من البيت. فيت بيروح من البار سكران كالعادة ومعاه نبيل وبيقبض شخص بالعربية.
ورغم طلب نبيل بيرفض فيتو إنه يقف يطمن على الراجل وبيسيبه مرمي على الأرض. الشخص ده هو رستم، وطبعا مش بيرد على نادية اللي بتتعجب جدا لأنه عمره ما اتأخر عليها أو تجاهل اتصالاتها. وبعد شوية بيتصل بيها حد وبيقول لها إنه عمل حادث وبتلاقيه في غيبوبة في العناية المركزة. الغريب بقى إن بيت بيصحى تاني يوم مش فاكر أي حاجة من اللي حصلت، وبيلوم نبيل إنه سابه يسوق، ونبيل بيتعصب وبيسيبه ويمشي، بس بيت بيمنعه ويقول له لو ما جبناش سيرة الموضوع وسكتنا محدش هيعرف حاجة من اللي حصلت. المدير بيدي نادية أجازة مفتوحة عشان تفضل دايما مع رستم وتراعيه لحد ما يخف. بيطلب إيدل فطار من المطعم، ولما بيجي حد غير نادية بتستغرب صوفيا وبتسأل عنها، فبيقول لها إنها بالمستشفى مع رستم اللي عمل حادثة. ومجرد ما بتعرف بتسيب الشغل وبتطير على المستشفى، وبتلاقي حالة رستم مستقرة بس خسر دم كتير ومحتاج نقل دم من حد فصيلة دمه أو سالب اللي هي نفس فصيلة دمها. بتتبرع له بالدم وهي سعيدة إن دمهم هيختلط وكأنهم مقدرين لبعض. مرشا بتبدأ تشك في إن إيدل في حاجة بينه وبين فتاة التوصيل، لأنه كان مهتم جدا يشوفها وقت ما جابت له الأكل، بس بتتراجع عن الفكرة لأنها بنت عادية جدا ما فيهاش أي حاجة مميزة. بعد كده بيروح نبيل يطمن على ضحية الحادث وبيتفاجئ لما بيلاقي نادية هناك. بتتفق صوفيا مع نادية إنهم هيتبادلوا الأدوار في العناية برستم عشان محدش يتفصل من شغله، وبتمشي نادية عشان كورس إيدل وبتسيب رعاية رستم لصوفيا. وبتحكي نادية لإيدل اللي حصل لرستم، فبيسألها عن علاقتها بيه، فبتقول له إنها بتعتبره أخوها الكبير وإنه أكتر حد اهتم بيها وساعدها في العاصمة. فبيقول لها إيدل إنه هيهتم بيها هو كمان، ويروحوا يتغدوا سوا. بتوصله على الموتوسيكل بتاعها وبتشوفهم مرشا. وبعد الغدا بيروح إيدل المستشفى وبيقول لصوفيا إنه ما عندوش مانع تخلي بالها من رستم. بتفرحهم صوفيا بخبر تحريك رستم لإيده، فبيروحوا يقعدوا معاه. مرشا بعد ما شافت إيدل مع نادية بتعين جاسوس يجيب لها معلومات عن نادية ويعرف كل حاجة عنها. وتاني يوم بيصحى رستم وبيطلب من صوفيا إنه يشوف نادية، ولما بتدخله بيقول لها إنه بيحبها تحت أنظار صوفيا وإيدل. ولما بيخرجوا نادية بتقول له إنها بتحبه كأخ وبتعتذر له، فهو بيقول لها إنها مش لازم تعتذر وإنها غلطته هو لأنه ما سيطرش على مشاعره. وصوفيا بتكون بتعيط بره وتروح المكتب تنسى حزنها بالشغل، بس دموعها مش بتفارقها. ولما رضا بيحاول يطمن عليها بتصد وتزعق له. الجاسوس بيوصل لمرشا معلومات وبتروح بعدها البيت عشان تاخد منه مخدراتها وهي بتهزقه وبتقوله إنها هتتجوز إيدل، فبيهددها إنه هيقوله إنها بتشرب مخدرات، بس مش بتهتم قوي وبتمشي وتسيبه. وتاني يوم بيطلب مدير المطعم من نادية تزور رستم أقل عشان ما تفكروش كل شوية إن مشاعرهم مش متبادلة، وتحبطه لأنه كان شايف إن ده هيساعده يخف أسرع. وبعد ما بتمشي بتروح توصل أكل إيدل، فبيقابلها وبيروح معاها لزيارة رستم بعد ما قدرش تهرب من إصراره. بتفضل صوفيا تزور رستم وتراعيه وتجهز له الأكل، بس رستم رغم امتنانه بيطلب منها تبطل تزوره عشان شغلها ما يتأثرش. ولما بترجع شغلها بتلاقي وردة على مكتبها من رضا ومعاهم اعتذار عشان ضايقها وهي بتعيط. ولما بنرجع لرستم بنلاقي نبيل في زيارته وبيقول له رستم إنه لازم ينسى خلافاته مع أخته أيا كانت عشان هي طيبة وبتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تساعدهم. فبيقول له نبيل إنه مش هيقدر يسامحها عشان هي كانت السبب في حبس والدهم. فبيتصدم رستم من كلامه لأنه ما كانش يعرف حاجة عن الموضوع ده، بس نبيل مش بيكون بيتكلم من قلبه. وبعد ما بيسيب رستم بيروح فعلا يشوف نادية من غير ما تلاحظ عشان يطمن عليها. بنروح لمرشا اللي بتزور بيت إيدل عشان تقابل أبوه وأمه وتقول لهم إن إيدل بيحب بنت بتوصل أكل ما اتخرجتش من ثانوي عشان اشتغلت بعد ما أبوها اتحبس في قضية، وبتقول إنها أكيد وصلت لإيدل بالسحر الأسود. ولما بيسمع إيدل كلامها بيطردها من البيت. بعد كده بنشوف نبيل هو بيكتشف بالصدفة إنه طول الفترة دي كان بيوصل مخدرات مش حبوب تخسيس زي ما كان فاكر. ولما بيعترض مالك بيضربه وبيقول له إنه هيوصل المخدرات زي المعتاد وإلا محدش هينقذه من إيديهم. رضا في المقابل بيطلب من صوفيا إنها تبقى صديقته، بس صوفيا بترفض لأنه ولد مستهتر وبتاع بنات. بس رضا بيقول لها إنه مش كده أبدا وإنها بتطلق أحكام من الظاهر والشائعات وبيمشي ويسيبها وهو بيتضايق من كلامها. ولما بترجع نادية المطعم من زيارة رستم بتشوف إيدل وبتكون متحمسة جدا إنها تقابله، بس كل الحماس ده بيتقلب غضب لما بيكلمها عن سجن والدها وبتمشي وتسيبه وهي في منتهى الغضب والحزن ومش بتهتم باعتذاراته. بنشوف بعد كده اللي حصل قبل 6 سنين لما في بنت جت للبيت وقالت لنادية إن أبوها اغتصبها، ورغم رفض إخواتها إنهم يعيشوا من غير أب، بس نادية
بتضحي بحب إخواتها وبكرامة بيتهم وأسرتهم، وبترفض إنها تحمي أبوها المتحرش وبتبلغ عنه البوليس. ولما بنرجع للحاضر بنشوف إيدل وهو بيقول لوالده إنه قرر يتجوز نادية بأداة توصيل الطعام، وعلى عكس توقعه والده بيوافق بدون تردد، بيتمنى له حياة سعيدة. بيروح بخاتم لمطعم نادية عشان يطلب إيديها وبيستناها وهي راجعة مع رستم من المستشفى بعد ما خف. في نفس الوقت ده بيستغل بيت حالة السكر الشديدة اللي فيها مرشا وبياخدها معاه البيت. المطعم بيكون خايف على رستم إنه يتعب تاني لما يشوف إيدل بيتقدم لنادية، فبيقفل على إيدل المخزن بحجة إنهم يعملوا مفاجأة لنادية. بس لما بيتأخر إيدل بيعمل صوت وبتسمعه نادية وبتروح تفتح له باب المخزن، لكن الخاتم بيقع لما بتفتح وبيلقطه رستم من على الأرض ويحطه في جيبه. ولما بيقول لها إنه عايز يتجوزها بتقول له إنها بنت مجرم وبتمشي وتسيبه وهي لسه متضايقة منه. وبنروح بعد كده لمرشا اللي بتصحى من النوم في بيت فيت وهي مش مصدقة الوضع اللي هي فيه، وبتلبس وتمشي من المكان وبتتصل بصاحبتها عشان يروحوا سوا للدكتور، وبتتأكد إنه استغلوا وضعها. ولما بتروح تقابل فيت بيقول لها إن محدش هيقبل بيها دلوقتي وإنه مستحيل يتجوزها، لكنها بترفض برضه. في نفس الوقت ده نادية بتوصلها رسالة بتدعوها لمسابقة لتصوير الطبيعة. ونروح بعد كده المكتب وبنشوف صوفيا وهي بتعتذر لرضا على الكلام البايخ اللي قالته له امبارح، وبيتغدوا سوا وبيسألها إذا كانت ممكن تقبل لو عرض عليها الجواز، وبيقول لها إنه هيثبت لها إنه مش لعوب زي ما هي فاكرة لو ده هيساهم إنها توافق عليه. وفي وسط توصيلات نادية بتقابل نبيل اللي بيكون طالب أوردر وبيديها فلوس تديها لأمها، وبيقول لها إنه هيرجع البيت قريب، وكمان بيديها فلوس تشتري بيها كاميرا جديدة. ولما بترجع نادية المطعم بتشوف تسجيلات كاميرات المراقبة بالصدفة وبتلمح فيها رستم وهو بيخطب خاتم إيدل. ولما بتشوفه بتطلب منه الخاتم وبتروح لإيدل البيت عشان ترجعه له قبل ما تروح قريتها. إيدل لما بيعرف إنها رايحة القرية بيقرر إنه هياخد أجازة من الشغل يومين، وبيسبقها لبيت أهلها وبيديهم هدية، وبيعيش في بيت قريب من بيتها عشان يشوفها كل يوم. ولما بتعرف من أمها مكان وجوده بتروح تقوله يمشي من هنا ويشوف مكان تاني يقضي فيه أجازته، وبتمشي وهي متعصبة. ولما بتروح جلسة التصوير بتاعتها بيطاردها وبيعتذرلها على كلامه عن جريمة أبوها، وبيحاول يتفق معاها على لقاء لكنها بترفض اعتذاره ومقابلته. ولما بيحل الليل بتطلب منها والدتها توديله أكل عشان هو عايش لوحده ومفيش حد يطبخ له، فبترفض في البداية بس مع شوية إلحاح بتروح، بس بترفض تسامحه تاني لما بيعتذر. تاني يوم بيروح مكان تصويرها وبيرخم عليها فبتقوله إنها سامحته وبتترجاه يحل عن دماغها وإلا تطلب له البوليس. وبتروح مع نبيلة أختها اللي بتقول لها إنها عارفة مكان سري جميل ممكن تصور فيه بدون إزعاج المجنون قاتل، وفعلا بتروح معاها لكنها بتقلق من نبيلة وبتشك إنها بتعمل حاجة مش تمام. وتجول صاحب المطعم بيطلب من رستم إنه ينسى حبه لنادية ويعملها زي أخته، بس رستم بيقوله إنها رفضت إيدل وده معناه إنه لسه عنده فرصة وهيحارب عليها. وفي الوقت ده بيكون إيدل يأس ورجع البيت لعمته اللي بتنصحه يصلي صلاة استخارة. بتسأل نادية نبيلة عن امتحاناتها فبتقول لها إنها امتحنت بس درجاتها لسه ما طلعتش، وبتقول لها ما تصدقهاش بأسئلة كتير وتزعجها. ولما بنرجع المدينة بنشوف فيت وهو بيكلم أمه عشان يتقدم لوالد مرشا عشان يطلب الجواز، اللي بتروح فعلا. وبيتعجب الوالد من إنها بتكلمه على فيت مش إيدل، فبيقول لها إنه هيشوف رأي مرشا ويقول لها قراره النهائي في جوازهم. ولما بترجع لفيت بتقول له إنه سبب لها إحراج كبير لأن أبو مرشا ما كانش يعرف حاجة عن علاقتهم. بتوصل درجات نبيلة لنادية وبتلاقي أختها سقطت في كل مواد الترم الأول، وبتحبط لأنها بتعمل كل الجهد ده عشان نبيلة تنجح في دراستها، وفي المقابل نبيلة مش بتقابلها إلا بالتقليل والنكران. وأمها بتقول لها ما تقلقش وهي هتعرف تحسن أوضاع نبيلة، وبتقولها تركز في شغلها. إيدل ورضا بيلاقوا لوحة من لوحات الإعلانات الفاضية بتاعت الشركة قريبة من مطعم نادية، فبيقرر إيدل إنه يعتذر لها ويطلب منها فرصة تانية من خلال اللوحة. ونادية بتتحرج وبتغضب وبتقرر إنها توريله الوش التاني عشان يبطل يستفزها. ولما بتروح له بتقوله يبطل يعتذر لها، هي سامحته وتعبت من إزعاجه، فبيقول لها إنه مش هيعتذر لها تاني بس مش هيسيبها إلا لما تعترف له بحبها، فوشها بيقلب أحمر وبترتبك وتمشي. في الوقت ده صوفيا أمها بتتصل بيها وبتقول لها إن ابن خالتها جه من السفر وعايز يتجوزها،
المهم رضا بيسمع الكلام ده وبيقلق تتخطف منه. لما الأب بيعرف اللي قادر عمله بلوحة الإعلانات مش بيلومه وبيسأله عن رد فعلها، فبيقوله إنها سامحته بس مش عايزة تشوفه تاني عشان هما الاتنين مش من نفس الطبقة. وأبوه بيقوله إنه الأحسن ما يستسلمش. بيختار رستم لنادية صورتين تختار منهم لمسابقتها، فبتختار منها واحدة بشكل عشوائي، وتاني يوم بيجيلها خبر إن صورتها في المراكز الخمسة الأولى. لما بنرجع لفيت بنلاقي نبيل رافض ياخد منه مرتب لأنه كاره اللي بيعمله، وفيت رغم تعجبه بيسيبه وبيروح يقابل مرشا وبيهددها إنه هيفضحها لو رفضت جوازه. وفعلا بسرعة بتوصل لأمه مكالمة من أبوها بيقولها على يوم يتفقوا فيه على تفاصيل الجواز. بتروح نادية لحفل تسليم الجوائز وبتلاقي إن قدر هو اللي بيعلن اسم الفائز، وبيعلنها الفائزة بالمركز الأول، والجايزة رحلة تصوير أسبوع في ملقا وكاميرا، وهو طبعا هيروح معاها الرحلة. وبيقف يكلم أمها شوية، ولما بيمشوا بيظهر على رستم إنه متضايق وبيقول لها إنها فازت عشان قدر الحكم، فبتضايق من كلامه وبتقوله إنه حتى لو شايف إنها ما تستاهلش المفروض يفرح لفرحتها. وبعد شوية بيعتذر لها رستم، وفي طريقهم للمطعم بيكون نبيل جه ومشي، وصاحب المطعم لاحظ إنه فرطة من قلق وتعبيرات وشه. فلما بتوصل نادية بيقولها على وضع أخوها، فبتقوله إنها رايحة ملقا كمان يومين، فلو أخوها جه تاني لازم يخلي رستم يوديه البيت لأنه أكيد متورط في مشكلة. في الوقت ده صوفيا بتجتمع مع قريبها اللي بتزهق من كلامه، فبيجي رضا ينقذها وبيقول لها إنها اتأخرت على الاجتماع عشان تهرب من الجلسة المملة، وكطريقة لشكره بتوافق على دعوته للغدا تاني يوم. وقدر بعد الحفلة بيرجع البيت وبيتفاجئ لما أبوه بيقوله إن مرشا وفيت هيتخطبوا. بيجي وقت السفر وبتوصل نادية لإدل وبتتصدم لما بتلاقي نفسها المتسابقة الوحيدة في ملقا، لأنها كانت فاكرة إنهم هيبقوا مجموعة كبيرة. ولما بتهدده بالرحيل بيقولها إيدل إنه خسارة لو مشيت، الأحسن تستفاد من الرحلة وتستمتع، فبتقبل وبتطلع أوضتها. ولما بنروح لنبيل بيكون في حد مراقبه وبيشك إنه شرطي، وبيروح يحذر فيت بس فيت بيقوله إنه لازم يكمل شغله لأنه محتاج فلوس. بعد شوية بنشوف إيدل وهو بيلح على نادية تنزل تتغدى معاه، بس نادية بترفض، فبيقول لها إنه مش هياكل لو ما كلتش معاه، ولو مات تعتبر الأمر ذنبها، لكنها مش بتهتم برضه. وتاني يوم بيبدأوا رحلة التصوير الدراسية، وبتكون نادية جاية بالكاميرا بس وناسية ترايبود والعدسات في البيت، فبيعلمها على كاميرته. مرشا بتبدأ تظهر عليها أعراض الحمل، حتى إن أصحابها بيلاحظوا أبوها، بس هي بتدعي إنه مجرد تسمم غذائي، لكنها لما بتعمل الاختبار بتلاقي النتيجة إيجابية فعلا. بنرجع لنادية اللي بتتصل بيها أمها وبتتركز أسئلتها على إيدل، فنادية بتستغرب من إنه علاقتهم بقت قوية كده بالسرعة دي. وفي الشركة رضا بيقول لصوفيا إنه هيجي مع أهله ونهاية الأسبوع يطلبها للجواز، فبتوافق أخيرا عليه وبتبقى مبسوطة جدا. ورستم في الوقت ده بيروح يطلب إيد نادية، وأمها بتخاف تجرح مشاعره وبتقوله إنها هتسأل نادية الأول بدل ما تقوله إن إيدل اتقدم قبله وهي ادته موافقتها. لما بنرجع لنادية بنلاقي شنطة الكاميرا بتاعتها اتسرقت وهي بتكلم رستم، ومن صراخها بيجي إيدل وبيلومها عشان ما شالتش الشنطة وهي ماشية، فبتتضايق وبتقوله لو مش هيساعدها الأحسن يسكت، وبتتضايق منه. بعدين بيصالحها وبيرفض يروح الفندق من غيرها وبيفسحها في المدينة عشان يغير مودها. وفي نفس الوقت ده بيشوف فيت الضابط اللي بيراقبه وبيحاول يكلم مالك، بس مالك مش بيرد عليه، ففيت بيفترض انه اتقبض عليه وبلغ عنه. ولما بيوصل البيت بيجبر نبيل يوصل الطلبية، وبمجرد ما بيروح نبيل للعميلة بتوصل مرشا بيت فيت وبتقوله انها حامل، ومعاها دليل من كاميرات المراقبة انه اعتدى عليها، ومعاها دليل انه بيتاجر في المخدرات، فلو ما ساعدهاش انها تتجوز إدل هتبلغ امه والبوليس عن اللي عمله. وفيت بيسمع الكلام ده وهو متمالك اعصابه ناحيتها. أم نادية بتتصل بيها لما بتشوف الفلوس اللي بعتها نبيل، ونادية بتطمنها وبتقول لها إنه بخير وما تقلقش عليه. وبعدين بتكلمها عن إيدل وبتقول لها إنه بيحبها، فنادية بتقول لها إنها خايفة تاخد قرار يخصه، وبيقطع مكالمتهم تخبيط إيدل على الباب اللي مش بيصدق نفسه لما نادية بتعرض عليه يخرجوا يتغدوا سوا بره. ولما بيخرجوا بتوقف الكلام وبتقول له إنها مش عارفة تبادر رستم مشاعره لأنها دايما بتفكر فيه، بس بتعمل نفسها ما قالتش حاجة وبتهرب منه على الفندق بسرعة. ولما بتوصل لأوضتها بتلاقي خاتم مرسال على عتبة بابها وبيقول لها تلبسه لو موافقة تتجوزه. لما بتشوف الخاتم بتبتسم وبتفرح. لما بنرجع للنبيل
بيلاقيه راح المطعم وهو مرعوب من الضابط اللي بيلاحقه، وبيطلب من رستم وتاجول يساعدوه، وبيبات يوم في المطعم. بس تاني يوم بيجي فيت المطعم وبيهدده إنه لو ما وصلش المخدرات اللي معاه هيقتل رستم أول ما يخرج من المطبخ. ولما بيخرج رستم مش بيلاقيهم هما الاتنين. نادية بتقابل إيدل وبيكون لقى الكاميرا بتاعتها، فبتشكره على الشنطة والخاتم وكل الرحلة، وتطلب منه وقت تكلم والدها في موضوع جوازهم. وإيدل بيكون سعيد جدا لأنه عرف رأي الأم من الأساس. مارشا مستمرة في تهديدها لفيت وبتقوله إنه لو ما قالش لأهله إنه عايز يلغي خطوبتهم هتبلغ عنه. وبعد ما بيقفل معاها بيهدد نبيل وبيقوله لو البوليس خبط على الباب ما يفتحش. وفي المطعم بيشوف رستم وتاجول كاميرات المراقبة بتهدد فيت لنبيل بالمسدس، وبيقرر رستم إنه هينقذه بنفسه ومش هيبلغ البوليس عشان نبيل ما يتقبضش عليه هو كمان، وبيعرض حياته للخطر عشان نادية ما تزعلش. إيدل بيروح ياخد نادية من بيتها عشان يوريها لأهله، وبيكون فيت ومارشا في بيت والده. لما بتقول مارشا إنها عايزة إيدل زوج ليها بيتعصب فيت وبيهدد والد إيدل بالمسدس. ومجرد ما بيدخل إيدل البيت بيضربوا فيت بالنار، ومن صوت الرصاص بتدخل نادية بتشوف إيدل وبتتحسر وبتطلب منهم يتصلوا بالإسعاف، ومع دخولها بيهرب فيت. بيوصل إيدل للمستشفى وبتبدأ واصلة من دراما من مارشا اللي بتكذب وبتقول إنها حامل في ابن إيدل، وأبوه بيكذبها والأب بيكون مش في حالة تسمح للجدال. فبيقول للأم تخرج هي مارشا من الأوضة ونادية بس اللي تقعد معاه. الدكتور بيقول لولاد إيدل إنه خسر دم كتير وإن بنك الدم للأسف فاضي ومحتاج متبرع، فبتتطوع نادية إنها تلاقيله متبرع، وبتتصل برستم وبتصلي وتدعيله والدموع مالية عينيها. لكن الأب للأسف بيصدق مارشا وبيلوم ابنه على اللي عمله في نادية. وبتسمع نادية لومه لإيدل، فبتسأله ليه بيلومه، فبيقول لها تنساه عشان هو مش مناسب ليها. فبتقول له عشان انتم أغنياء واحنا فقراء. بيقول لها لا طبعا، وبتفهم الموضوع على إنها طبقية من والده ومش بتفهم قصده، وبتقول له إنها مش هتزعجه تاني. وبتمشي وبتقابل رستم في طريقها بس مش بتقدر تكلمه. بتروح لأمها. بتوصل نادية البيت بتبص لصورهم سوا وللخاتم وهي في قمة الحزن. وتاني يوم إيدل بيبدأ يفوق وأول كلمة بيقولها فين نادية، فبيقول له أبوه إنه قالها تمشي وتبعد عنه بسبب مارشا اللي حامل في طفله، وبيقول له إنه هيتحمل مسؤولية أفعاله ومش هيتجوز إلا مارشا غصب عنه. وبنسيبهم وبنروح لرستم اللي بيزور نادية في بيتها عشان يطمن عليها. ولما بنرجع للمستشفى بنشوف مارشا في زيارة لإيدل وهو رافض يبصلها حتى وبيطردها من أوضته. ولما بتخرج من عنده بتغير صورها مع بيت بالفوتوشوب وبتبعتها لإيدل وبتهدده إنه لو ما اتجوزهاش هتنشر الصور دي في الإنترنت وده هيضر علاقته بنادية وهيشوه صورته في المجتمع. فبيتصل بوالده وبيقول له إنه محتاج يكلمه. والد إيدل بيوصل للمستشفى وإيدل بيقول له إنه قرر الجواز من مارشا. ولما بيسأله أبوه إذا كانت مارشا حامل في ابنه فعلا بيتوه الموضوع وبيحاول الكلام للشغل والشركة، وبيديله أبوه أجازة طويلة الأمد لحد ما يخف ورضا هيحل مكانه. إيدل بيحاول يهرب من المستشفى وبينجح فعلا وبيرجع البيت يغير هدومه وبيخرج لبيت نادية وبيقول له صحابها إنها سابت المدينة وراحت لقريتها. بيسافر إيدل على طول لقريتها وبيتصل بيه أبوه فبيقول له إنه مش هيتجوز مارشا ومش بيحبها. ونادية بتستغرب لما بتشوفه وبيغمى عليه في بيتها وبتراعيه لحد ما بيفوق. بعدين بتقول له إنها مش من مستواه عشان كده مش هتتجوزه وبترجع له الخاتم بتاعه. بيستغرب جدا من تغييرها لرأيها، وأمها بتقول له إنها ما تعرفش سبب التغير المفاجئ اللي حصل لها. تطلب منه يتقبل قرارها لأن كلامها صح والعيلتين مش من نفس المستوى وصعب ينجح جوازهم. لما بيمشي إيدل بتطلب منها أمها تدي فرصة لرستم، بس نادية بتقول لها إنها مش حاسة ناحيته بحاجة ومش في خططها إنها تتجوزه. بس أمها بتقول لها إن الجواز من حد بيحبك مش حاجة وحشة. ولما بنرجع لرستم بنلاقي تاجول بيقرر إنه هيفتح فرع جديد وهيدي إدارته لرستم وهيسعى في خلال سنتين إنهم يبقوا شركاء مش مدير وموظف عنده. فرستم بيشكره جدا. بتنطلق نادية تاني يوم للمدينة بعد أسبوعين من الغياب عن المطعم. بتوضح أمها ونبيلة ورستم بيفرح لما بيشوفها وبيفاجئها بإنها تبقى شريكته في الفرع الجديد. مش بتصدق عرضه طبعا وبترفض لأنها بتكون شايفة نفسها ما تستاهلش المنصب ده ومش كفء ليه. ولما بنرجع لبيت إيدل بنشوف أم فيت وهي بتترجاه يسامح فيت وما يبلغش البوليس عنه، بس إيدل بيتجاهل طلبها. ولما بتروح للأب بيقول لها إنه هيبلغ عنه لأنه تجاهله لمدة أسبوعين وما جاش يوضح سبب اللي عمله. فيت في الوقت ده بيكون مخمور ويطلب من نبيل يجيب له مارشا هنا بأي طريقة
بيستغل نبيل الفرصة عشان يهرب من فيت بعد ما بيبعت مكانه لأمه. إيدل بيمر بترتيبات زواج مؤلمة مع مارشا وبيتخانقوا فيها سوا، وبيمشي ويسيبها. هو بيقول عليها أنانية ومغرورة، وإن هو وأبوه مش مصدقين إن اللي في بطنها ده يبقى ابنه. نبيل بعد الهرب من فيت بيتوجه للمطعم وبيطلب من نادية تنقذه من العصابة اللي محاصراه. تطلب منه يروح البيت، وأم فيت توصل لابنها بعد رسالة نبيل تطلب منه يخرج من البلد قبل ما يتحبس، بس هو بيرفض وبيقول لها إنه طول ما مارشا مش متجوزة هو هيفضل يجري وراها لحد ما يتجوزها. بيت بيلم هدومه عشان يهرب من بلاغات مارشا وإيدل، وفي طريقه بيقابل 2 من الشرطة لكنه بيقدر يهرب منهم ويثبت واحد منهم بالمسدس، بس الضابط التاني بيجيله من ظهره والاتنين بينجحوا يقبضوا على بيت. وبنكتشف إن مارشا صاحبة البلاغ. نادية بتكون في حالة تعيسة جدا ومش قادرة تتخطى إيدل، وكل صحابها حسوا بتغير طباعها وحزنها لدرجة إن أصدقائها كلموا رستم عشان تاخد أجازة من الشغل عشان تعبانة. ورستم لما بيعرف بيقلق عليها، بيروح لها في أول النهار مع والدتها. ونادية بتطمن الكل بتقول لهم إنها ما فيهاش حاجة. أما إيدل بيتجاهل عشرات المكالمات من مارشا في الوقت اللي رستم بيفسح فيه نادية والدتها في كل المدينة عشان يرجع نادية لتصوير تاني. وأخيرا بترجع لها الابتسامة وما بتشكره على محاولته دايما في إسعادها، وبتقوله إنها هتدعي ربنا إن بنتها تحبه زي ما بيحبها. لما مارشا بتزور إيدل في مكتبه بسبب تجاهل اتصالاتها بيقول لها إنه عارف إن الولد ده مش ابنه وإنه هيراعيها هي وابنها لما يتجوزوا، بس طول ما هما لسه ما اتجوزوش ياريت ما تزعجهوش عشان ما يفضحهاش قدام الكل. بتسمع كلامه وبتمشي فعلا. ويوصل خبر حبس بيت للأم اللي بيغمى عليها وبيجيبولها الدكتور. رستم بعد الفسحة بيوصل نادية لبيتها اللي بتعتذر له وتوعده إنها هتتغير وهترجع نادية القديمة. ورستم بيسألها لو جت تقدم لها والدتها هتوافق، فنادية بتقوله يجرب ويشوف، وبتقوله إنه كان سندها لوقت طويل ويمكن هو يكون الزوج المناسب ليها فعلا. ولما بنرجع بنلاقي إيدل في لقاء مع جوردن والد مارشا وبيطلب منه يساعد فيت في الخروج من قضية المخدرات. وبيتعجب أستاذ جوردن لأنه عمره ما كان متصور إن إيدل يعمل كده. إيدل بيقرر يأجل زواجه من مارشا بسبب مشاكل العيلة، فبتهدده لو ما اتجوزهاش في أسرع وقت هتفضحه في البلد كلها. وفعلا مارشا بتنفذ تهديدها وبتنزل على انستجرام إنها حامل في طفل إيدل. ونادية بتشوف الخبر بتظهر عليها إنها مش مهتمة بأي حاجة تخصه. وتاني يوم بتتصل بيها أمها بتقول لها تيجي البيت بسرعة ظرف طارئ. لما بتوصل نادية البيت بتقول لها إن عيلة رستم طلبتها للزواج وبتسألها عن رأيها، فبتقول لها إنها موافقة وبيتقرر زواجهم الأسبوع الجاي. في نهاية اليوم نبيل بيروح لإيدل وبيقول له إنه عارف مارشا حامل من مين، ويديله صور وفيديوهات مارشا مع فيتو. ودلوقتي إيدل معاه دليل إنه مش مذنب. وفي الوقت ده نادية بتقاوم نفسها ومش بتمسح صور إيدل عشان بيكون عندها أمل إنه يكون لسه بريء. لما بنرجع لبيت إيدل والده بيقول له إنه لطخ اسم العيلة في التيم بعد الصور اللي انتشرت، فبيقول له إن كل الصور دي مزيفة وإنها عملت الفضيحة دي عشان تمنع فسخ خطوبتهم. بيوريه الفيديو بتاعها مع فيتو. بيكتشف والده أخيرا إن ابنه بريء، وكمان بيروح بالصور دي لوالد مارشا بيقول له يقول لبنته تبطل تضايقه لأنه عمرهم ما هيتجوزوا. بيروح إيدل لنادية بس مش بيلاقيها في المطعم، بس بيلاقي نبيل بيروح بيه لوالده وبيحكي لهم نبيل القصة كاملة واللي بيعرفوا عن كل مساوئ فيتو ومارشا. وفي ليلة الخطوبة بتسمح نادية لنبيلة تمسح صورها مع إيدل عشان هي مش قوية كفاية ومش قادرة تمسحها. وبيقابله رستم وبيقوله إنها هتبقى خطيبته، بيطلب منه يمشي لكن إيدل بيرفض يمشي قبل ما تطلب منه نادية وأهلها الرحيل. بيوصل نبيل البيت وبيقول لنادية إن إيدل بريء من كل افتراءات مارشا، بس بيكون فات الأوان ونادية مش بتقدر تلغي خطوبتها عشان ما تحطمش مشاعر رستم. وبتتم الخطوبة، لكن في الوقت ده مارشا بيكون سايحة في دمها في أوضتها وبتتصل بالإسعاف. ولما بتوصل مارشا المستشفى بنكتشف إن ابنها تم إجهاضه. لما بترجع نادية مع رستم المطعم بتكون سرحانة، ولما بينده لها بترد عليه باسم إيدل بالغلط وبيزعل لكنه مش بيخليها تعتذر. بيطلب منها تاكل عشان ما كلتش حاجة من الصبح. بيحس مع الوقت إنها حزينة بعد خطوبتهم وحاسس إنه أجبرها على جوازهم، وبيكلمها عشان يتقابلوا. بس بتتفاجئ بإيدل في مكان لقائهم. بيقول لها رستم إنه عارف إنها حاولت بس هو مش هيجبرها تحبه بالعافية وهيسيبها لحبيبها وإنه هيبقى أخ ليها. ويطلب من إيدل يخلي باله منها. وبيمشي رستم بعد ما ضحى بساعته عشان سعادة نادية. بتقعد نادية مع إيدل للمرة الثالثة وبيتقدم لها بالخاتم بتاعه
وبتوافق إنها تتجوزه. بتروح معاه لبيته وأبوه بيقابلها وبيتفقوا على كل حاجة، ويتجوزوا بعد اليوم ده بأسبوع. وبنسيب القصص السعيدة هنا ونروح لفيت اللي بيتم إدانته وبيتعاقب ب12 سنة سجن على كل جرايمه. نادية وإيدل بيكرروا رحلتهم لمالقا في شهر العسل، بيشكرها جدا على قبولها تكمل مع حياتها، ونادية بتشكره على قبولها زي ما هي رغم إنها مش غنية زيه. وبتنتهي قصتهم هنا. ودي كانت قصتنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان في أفلام أجداد وألذ معانا. وبس كده.